عامل ايه؟ انت وحشني. والله وحشني. عامل ايه؟ والله انا عارف ان انا وحشتك وحشك كابتن العلوم، وحشك عسل من ذوق السم. انا والله تقولش بقى، انا بحس اصلا انا مفيش حد ما مبصرش فيه. والله يعني زي ما انت شايف احنا الوضع عندنا اليومين دول مش احسن حاجة، وبيني وبينك اخوك ابو الكباتن عنده شوية تعب. محتاج دعائك، يعني محتاج دعاء. طب مش عارف باين على صوتي ولا مش باين. بس يعني كابتن علوم ما عنده شوية تعب. حاسس ان انا في واحد اقرط وعنده تسدي عامل لي عمل على رجل جمل، لان دي مستحيل تكون حياة بني ادم عادي، يعني بالاخص لو بينزع السم من العسل. يعني هو انا لو بحط سم في العسل ده هيبقى حلي؟ I don't think. خلينا نخش بقى في موضوع الحلقة. انت هنا انا ببص عليك هنا من ساعتها، والله انت عليك حركات، انت عليك. ماشي. موضوع النوم ده يعني قرقني بصراحة. ما قرقني جدا يعني. يعني يكون وراك اهم مشوار في حياتك تاني يوم، برزنتيشن في مايكروسوفت، تقعد تتقلب يمين وشمال فتشك الوهلة ان المشكلة مش في النوم، المشكلة في اتجاه النوم. فتقلب نفسك تبقى عامل زي الرنجة، يعني دماغك تحت راسك فوق. انا بقيت اعمل نفسي نايم، بضحك على نفسي انا نايم، نفسي نامي. وبعدين اكتشفت وانا عامل نفسي نايم ان انا بخاف افتح عيني عشان ما اضيعش المجهود اللي انا عامله بقالي 45 ثانية مغمض عيني، وانا ما ببقاش نايم. وفي الاخر السيناريو الطبيعي انا وانت بندخل على يوتيوب نفتح الفيديو بتاع طريقة الضباط الروس في النوم اثناء الحرب. حرب ايه؟ حرب؟ هو الموضوع وصل للدرجة دي بجد؟ بجد يا جماعة ايه اللي حصل؟ هو يعني احنا كنا بننام ازاي؟ انا حاسس ان أنا نسيت النوم، ويوم ورا يوم هموم الكون. عايش حياتي بايظة. انت عارف الانقح في موضوع النوم ده ايه؟ ان احنا احيانا نتقبل فكرة ان احنا مش هننام، فنقعد بالبرنس كده على السرير بهوات قاعدين نقعد نقلب في التليفون، نقلب في التليفون. وقبل المشوار بنص ساعة نكتشف ان احنا جوانا طاقة نوم جبارة. انا اعرف ناس وصلت لمرحلة ان هم بقوا بيعملوا نفسهم بيحلموا عشان يناموا. بجد هو ايه اللي حصل؟ يعني احنا وصلنا للحتة دي امتى؟ وانا وصلت للحتة دي امتى برضه؟ مش عارف. حاسس ان انا في مشكلة جوه، بس حاسس ان انا يعني مينفعش اتكلم. حاضر ماشي. بعد بحث قليل اكتشفت شيء في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ألا وهو إحنا مجتمعات حياتنا بتبدأ بالليل مش الصبح. ولا مش عشان إحنا فامبايرز يعني ما بنفطرش بأو بلس على الصبح، ولكن لسبب أنت مش هتتوقعه. توقعه كده. لو عرفت تتوقعه اكتب لي تحت في التعليقات. أنا بقيت مادي أوي في البيت بتاع كومنتات ولايكات، حاسس إن ده مش أنا. المهم اكتشفت ان ده لان احنا ببساطة كمصريين عندنا ثقافة التأخير طايلة كل حاجة في حياتنا. احنا بنأجل كل حاجة. نبقى اتنين متفقين ان احنا هنتقابل الساعة 8:30 بالليل مثلا، تلاقي صاحبك بيكلمك الساعة 10. انت فين؟ انا هنا اهو. انت فين ايه؟ الساعة 10. انت فين ايه؟ المشكلة ان هو مش بيكلمك عشان يعني عايز يعتذر لك مثلا انه اتاخر، لا هو بيبقى بس عايز يكتشف هل انت اتاخرت زيه ولا هو بس اللي اتاخر. وفي الاخر بنتقابل الساعه 12 واحده بالليل، يعني هو في الرينج ده. وكلنا يعني مش انت لوحدك. وبرضه احنا معانا حق، لان للاسف يعني احنا من المجتمعات الحاره. احنا عندنا هنا في مصر وفي المجتمعات الحاره، مصر بقى، السعوديه، دول الخليج بشكل عام، عندنا درجات الحرارة بالليل في أوروبا بيعتبروها درجة حرارة طاسة تيفال على النار مثلا، يعني حاجة في الرينج ده. أي المجتمعات الحارة دي بقى بتعمل حاجة اسمها إزاحة النشاط. أي حاجة بتتعمل الصبح بالليل ارمي بالليل. ده مش جو نجيب فيه بضاعة ونتعامل ونخرج ونقعد في كافيهات ونهزر وبتاع. ده مش الجو اللي احنا نعمل فيه ده خالص. ده اصلا باين عليا انا عشان قفلت المروحة. فعشان انا لو شغلت المروحة المايك كده. شفت؟ انت اتضايقت. حاسس ان انت اتضايقت. ماشي. تخيل بقى وانا شغال مروحة، حتى انت هيجيلك ارتكارية في ودانك. احنا الحياة عندنا بتبدأ من اول 6 المغرب. بره في اوروبا 6 المغرب ده بيعتبر الشخص مروح. انا اصلا خلاص هو خلص اليوم ومروح بقى يقعد بقى مع الاولاد كيدز. المهم يعني انه مع مرور السنين الساعة البيولوجية بتاعت المجتمع كله بتبقى واحدة. احنا كمصريين كلنا بنيجي الصبح الساعة 6 7 الصبح كله يطلع على الشغل بتاعه. بننام امتى؟ بننام الفجر. احنا كمصريين فعلا طلعنا فامبايرز، احنا بننام ساعتين 3 في اليوم. احنا بنحبش النوم، وهقول لك ليه ما بنحبش النوم. بس بعد ما اخد آه، آه، شفطة قهوة، حتى القهوة مضروبة،
حتى القهوة نوات البلح وقفت في زوري. يا تاجر، أنا عايز اشرب قهوة. يا تاجر، القهوة الخليجي بتاعتي خلصت للأسف، ومفيش حد جاي لي من بره يجيب لي قهوة. ممكن تعمل لي قهوة بتشرب؟ عايز اشرب قهوة افوق. انا بشرب القهوة بنام. وهنشرح ليه بالمناسبة دلوقتي لما بتشرب قهوة بتنام. انا يعني خليني اقول لك ان المجتمعات الحارة بتاعتنا ما بتبصش للنوم ان هو ضرورة بيولوجية. احنا بنبص للنوم ده ان ده رمز للرأسمالية، ده رمز للمدير اللي قرفك طول اليوم في شغلك، ده هو اللي عمال يديك هم ما يتلم، عمال يديك اوردر اوردر اوردر. احنا كمصريين، بقول لك احنا كمصريين فعلا بنكره النوم، بنحارب النوم، بنقاوم النوم. احنا بنقاوم نوم بجد، ده مش هزار. المصري بيسهر مش عشان يقعد يبني قواعد المجد على رأي استاذ ابراهيم حافظ. انت ممكن تلاقي نفسك بالليل مثلا انت قاعد سهران وعمال تقاوم النوم، عمال تقاوم النوم، ما بتعملش حاجه مفيده، فاتح يوتيوب بتتفرج على الفيديو بتاع الراجل اللي بيعمل سيف من مسمار مصدي. طب بالله عليك ده منطق؟ بالله، والكونتنت ده بيجيب ملايين. يعني كابتن علوم ما بيجيبش ملايين وكنا نجيب ملايين؟ عبيط. بصراحة احنا ما بنبقاش بنتفرج، احنا بس بنعاند السرير عشان الليل ما يخلصش واليوم يخلص ونرجع تاني في سحرة الصبح. يعني خليني اقول لك ان احنا كمصريين طول عمرنا عندنا الشيء وعكسه. المجتمعات الحارة في الدنيا كلها بتستهلك السوائل الساقعة اكتر من السوائل السخنة. عندنا مثلا دولة زي المكسيك. المكسيك دولة حارة، تصنف من الدول الحارة. الفرد المكسيكاني بيستخدم اكتر من 137 لتر مشروبات سكرية في السنة. 137 لتر مشروبات سكرية في السنة. طبيعي، هو ده طبيعي مش غريب، بس انا وانت مستغربين. يعني اصلا انا بقول لك الجو حر اهو اهو دليل، هو اشرب قهوة. عندنا مثلا دولة برضو زي السعودية. السعودية دولة من دول الحر. الفرد في السعودية بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بيستهلك 89 لتر مشروبات غازية في السنة. يعني 89 لتر ده ما يقارب 270 علبة كنز في السنة. 270 علبة كنز في السنة، ما شاء الله. يعني صديقي الخليجي مش بحسدك. هو ما احنا عندنا كنز يعني فورة يعني. يعني المهم يعني ان احنا كمصريين عندنا ثقافة المشروبات الحارة دي من قديم الازل، من ايام الفراعنة احنا بنحب المشروبات الحارة صيف وشتاء. اوبشن بقى حاجة ساقعة بيبسي، ده انت مع حقبة استاذ رشدي اباظة، ما عندناش الاوبشن ده والله. ايام ما كان اسمها ازوزة. احنا شغالين الله ينور كافيين طول اليوم. شاي كشري، شاي باللبن، شاي اخضر، قهوة تركي، اسبريسو باللبن، كابتشينو، ايس لاتيه، موكا لاتيه. في ايه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ بقول لك ايه، القهوه المضروبه اللي انا بشربها دي يعني خلتني عايز اهدم لك ثابت من الثوابت اللي موجوده عندك دلوقتي. انا ههدم لك ثابت دلوقتي. خلاص، هي طالما طلبت معايا ههدم لك ثابت، ههدم لك ثابت دلوقتي. هل تعلم صديقي المشاهد ان الكافيين مش بيدي طاقه ولا حاجه؟ يعني القهوه دي علميا ما بتديش طاقه. الكافيين بيمشي بمبدأ اللي سبق اكل النبق. المهم يعني ان الكافيين بيدخل المخ، يقعد على شوية كراسي. الكراسي دي اللي يعني المستقبلات دي اللي مادة الأدينوزين المفروض تقعد عليها. مادة الأدينوزين دي اللي هي بتاعة التعب، المسؤولة بالتعب، بتحسسك بالتعب. لما تحس بالتعب كده الأدينوزين يعني موجود عندك وقاعد على الكراسي اللي هي المستقبلات في المخ. فاهم حاجة ولا لأ؟ حاسك مش فاهم، بس أنا هفهمك. عارف ليه؟ عارف ليه؟ أنا مش عارف ليه. انا بس انا عايز افهمك. المهم يعني ان باختصار شديد قوي الكافيين ده بيخليك ما تحسش بالتعب بسرعة. بس بمجرد ما مفعول الكافيين يروح بعد ما يقارب 8 ساعات ترجع تحس بالتعب. وانا اقسم بالله ما مصدق الحوار ده، ان انا بشرب القهوة وانا يعني انا حاسس بكمية تعب مش طبيعي. بس زي الساينس بيقول كده، احنا هنصدق العلم التجريب الرصدي ايه اللي انا بقوله ده. بص يا صديقي المشاهد، في اتنين في الكون ده ما بيحبوش المفاجآت: المخ واستاذ عمرو دياب. انت يعني بسذاجة، ممكن نسميها سذاجة، بتيجي الساعة 10 بالليل وتقول خلاص بقى انا هظبط نومي، والطبيعي المخ هيقاومك وهيقرفك. طب ليه؟ طب في حل بقى. كابتن علوم هيسيبك كده من غير ما يديك حل. هل انت تعرف عن كابتن علوم كده؟ اديني لايك اديك حل، اديني سبسكرايب اديك حلين.
سبسكرايب، لايك، شير، كومنت، هديك بوسه. يعني انت عملت كل حاجه صح. بص يا باشا، عايز تظبط نومك ابدأ بالتدريج. قدم ميعاد نومك 15 دقيقه، وقدم ميعاد صحيانك 15 دقيقه زيهم، وبس تدريج. امشي كل يوم كده، كل يومين كده، كل 3 ايام كده. انا على فكره ظبطت نومي بالطريقه دي. انا بقالي ممكن اكتر من قد ايه، اكتر من 4 سنين، 5 سنين مثلا. العيشة بتأذن، نايم قبل الفجر بنص ساعة، ساعة ببقى صاحي خلاص، صاحي بقى وأقوم أشوف الحياة. بحب أول فترة دي لأن الناس كلها بتبقى نايمة، فأنت بقى براحتك، براحتك. أحيانا المصريين برضه بيشغلوا دماغهم على دماغهم، فيقوم قايل لك إيه، أنا هظبط نومي طول الأسبوع ما عدا الجمعة عشان ده يوم الأجازة. ها، فيقوم قايل لك أنا هسهر يوم الجمعة. لأ حبيبي، ثبت ميعاد نومك. حبيبي يوم الجمعة ده أنت الوحيد اللي بتصلي فيه الجمعة العصر. برضو يعني خليني اقول لك على معلومة بغاية الاهمية، وهي ان النوم عبارة عن دورات. الدورة الواحدة عبارة عن 90 دقيقة، زي دورة الغسالة الاوتوماتيك كده. لو حصل وصحيت في نص الدورة ايه اللي هيحصل؟ مش محتاجة فقاقة، هتقوم مقتول من التعب، تحس ان انت اصلا قايم من النوم عايز تنام تاني. فاهم ليه؟ لانك قمت في نص الدورة، لسه ما كملتش الدورة كاملة عشان تعرف تقوم كده من النوم فايق. المعلومة الجاية دي يعني تكاد تكون ممكن تغير حياتك بجد، مش بهزر. ما تصحاش ابدا وانت ما خلصتش دورة النوم بتاعتك كاملة. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تنام، نام 6 ساعات. 6 ساعات دولت يعني ايه؟ يعني 4 دورات نوم. او نام 7 ساعات ونص، يعني 5 دورات نوم. لكن بلاش تصحى بعد 7 او 8 ساعات بالظبط، لان ده غالبا هيبقى في نص دورة نوم عميق. هتقوم من النوم مش فاهم وانا كنت نايم ولا عامل نفسي نايم. هتلاقي نفسك فعلا قايم عاوز تنام تاني. وطبعا مش محتاج اقولك ان الضوء الازرق بتاع الموبايل بيوقف مادة الميلاتونين. المادة دي او الهرمون ده هو المسؤول عن النوم. يعني نص ساعة كده راح، نص ساعة قبل ما ننام ما نمسكش تليفونات. معلش، افصل موبايلك قبل ما تنام ب30 دقيقة بالظبط. اقرأ مثلا، اقول لك اقرأ الكتاب بتاع اللي هو الاقتصاد بتاع ثانوية عامة. اول سطرين هيجيب لك غيبوبة. والله والله الله يكون في عون كل بتوع ثانوية عامة. إناثا وذكورا، شبابا وكهولا، نساء وفحولا. ايه اللي انا بقوله ده بجد؟ بس كده يا صديقي المشاهد، ما تنساش بقى لايك، شير، سبسكرايب، كومنت، سيب لي رايك في تعليق، وقول لي حاببنا ندردش عن ايه الفترة الجاية، قبل ان شاء الله ما ربنا يفتحها علينا ونرجع تاني الميديا برودكشن، وما نعرفش نقعد القعدة الجميلة دي. ما انا نسيت اعزم عليك، فاتتني دي. معلش يا صديقي، معلش، انا اصلا قهوة مضروبة، هتشرب ايه؟ وخليني برضو امانة يعني بصراحة اقول لك ان انا ككابتن علوم، في طريقة واحدة بس، طريقة واحدة بس اللي بعرف بيها فعلا ان ده انسب وقت للنوم.